ودت ولدها بيت امه، يبقى بتروح فين؟ حرام عليك يا شيخة، ده طالعة تعمل عمرة. وقبل كده وقبل كده إجراءات السفر بتاخد وقت. أنا حاسة كده إني مفيش عمرة ولا حاجة. اتقي الله، انتي ما عارفاش ربنا جاكي جلوسطين يا شيخة. ليه؟ هي حكمة دي من أولياء الله الصالحين؟ حكمة دي أشرف من الشرف. ماشي، أنا ها وانتو ها، وبكرة تقولوا نجيبة قالت. واه يا نجيبة، جاكي المرار الطافح يا بعيدة، ما تسكتي وتسيبيها في حالها. حرام عليكي، ده احنا عندنا بنات. انتي أنا عندي وعد، أسكت ليا؟ ربنا على المفتري يا بعيدة. تقولي حاجة يا عنايات؟ ايه، بدعي على الخسيس، فيها حاجة دي كمان؟ لا، الخسيس بقى. حضرتك المجني عليه تاريخه مليان بالسوابق، واكيد كان داخل شقه موكلي بغرض السرقه. يا استاذ حسام، تقرير الصفه التشريحيه اثبت ان المجني عليه مات بجرح نافذ في الرقبه. يا فندم ما عنديش اعتراض، ما هو جرح نافذ في الرقبه فعلا، بس ليه؟ راجل دخل عليا بيتي وانا قاعد في امان الله وتهجم عليا وعايز يقتلني، لازم اقاومه يا فندم. يعني عايز تفهمني ان الهدف من اقتحامه لشقتك هو قتلك؟ لا اله الا الله يا باشا، انا ما اعرفش الهدف من اقتحام شقتي ايه، انا اللي اعرفه ان واحد دخل عليا بيتي ولما حصلت مواجهه كنت في حاله دفاع عن النفس. هل يوجد علاقه سابقه بينك وبين المجني عليه؟ لا يا باشا، لا توجد علاقه سابقه، دي كانت اول مره اشوفه فيها واخر مره. وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم، وأمرنا نحن خالد يونس وكيل النائب العام ما يلي: يخلى سبيل المتهم حسام نجيب الهلالي بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا أو مطلوبا على ذمة قضايا أخرى. واحدة من هنا ورايح، كل شغلك وهمك حسام ود الهلالي. بياكل ايه؟ بيشرب ايه؟ بينام ميتي؟ بيصحى ميتي؟ كل حاجة. كده تمام. بكرة هنكمل بقية الإجراءات. دلوقتي هتطلعوا على الأوتيل وأوراق التحويل هتكون جاهزة بكرة الصبح. والله احنا مش عارفين نقول لك ايه يا متر جوزيف، تعبينك معانا. ولا تعب ولا حاجة، تحب أوصلكم؟ لا ما تشغلش بالك بيني، أنا معايا الكارت اللي فيها عنوان الفندق، هديه لسواق الأجرة وهو هيوصلنا. احنا صحيح أغراب بس أخوك المصطهي هيعجبك قوي. تمام. وبعدين يعني احنا مش هنطلع على الفندق على طول، أنا والست حكمت عايزين نلفلف في البلد شوية. تمام. كتر خيرك، كتر خيرك يا نشوفكم على خير. مع السلامة. اتفضلي يا ست الناس، على مهلك. صلي على اللي هيشفع فيه. عليا افضل الصلاه والسلام. انت ليك وهتاخد وعليا وهديك. قلت لك 7000 جنيه ما ينفعش. ليه بس؟ توك توك ده يساوي 12000 جنيه ما ينقصوش مليم. على ايه؟ ده محتاج سمكره ولسه هصرف عليه يامي. كلها غسيل وش انما اساسه متين. الهي ما توعى تروح بيتكم الا لما تبيع لي التوك توك دي. ايه يا غير انت هتفول عليا؟ الهي تنشل وتحول لو ما خدتش مني ال 7000 جنيه واديتني التوك توك دي. انت اكيد اتجننت. الهي انت اللي تتجنن، والميكروباص الجديد اللي هتجيبه يولع بيك انت والزباين. لا كله الى الميكروباص. خلاص يبقى تاخد مني 7000 جنيه واكتب لك بالباقي الكمبيالات. امر لله. اشوفك بالليل على القهوه. عيل سئيل. خطوة عزيزة يا بوب، نورت بيت اخوك. حبيبي لعله منور باصحابه. بقى كده يا جدع، يعني لو ما كنتش قابلتك صدفة في الميكروباص ما تسألش عليا. يا راجل ده احنا نايمين على برش واحد وبعتبرك دراعي اليمين.
والله لعله انا ما عارف لك عنوان. من ساعة ما خرجت من المخروب اللي اسمه السجن ده وانا قاعد مترمي هنا وهنا في المواقف، قاعد بلم كارتة من ميكروباصات. الشاي يا ابي. تعالي يا زوزو ما تتكسفيش، مفيش حد غريب، ده البوب اخويا. زوزو اختي. منور يا سي البوب. ده نورك يا ست الكل. كلامك بينقط سكر. لعله خير ان شاء الله. خش انت جوه يا بنت. حاضر يا ابي. بص يا بوب، انا نويت اشغلك معايا في الكباري اللي انا شغال فيه. طب وده هنشتغل فيه ايه؟ هنشتغل فيه ايه؟ نفس شغلانتنا، بلطجه ورمي بلد. انا مؤمن بالتخصص. طب والقراقيش اللي فيه؟ باكو في الشهر. يا صلاة النبي. غير العشاء والتبس. مرضي؟ فل شمعة منورة لعله. أنا معاك من غير أي كلام. يا دين النبي، كل دي فلوس؟ دول لما يطلعوا كام؟ يخرب بيتك يا طاهر، معاك كل الفلوس دي ولابس لنا الجلابيه المقطعه ومنشفها عليني؟ طب ورب الكعبه لا احرمك منهم واخليك تلبس الجلابيه المقطعه بس بحج وحقيق. تعالوا يا حبايبي تعالوا. قال قتل يا قال. مش هسيبك تمشي، كفايه اللي جرى. قلت لك مش هينفع يا ماما. ليه بس يا حسام؟ ده احنا هنشيلك في عينينا. انا عايز اشيل نفسي، مش عايز حد يشيلني. لو بتحبوني بجد ساعدوني ان ارجع حسام من اول وجديد. شايفه عنده يا ايمان؟ حسام ما تبطل عند، في ايه؟ هتخسر ايه لو قعدت معاهم وطمنتهم؟ يعني هو انا عيل صغير؟ يا حبيبي انا مش هبقى مطمنه عليك وانت بعيد عني. متقلقيش يا ماما، اطمني. اللي هيفكر يعملها معايا تاني هيبقى اخر يوم في عمره ان شاء الله. مش كل مره تسلم الجره. عشان خاطر يا ماما سيبوني اظبط اموري بنفسي. طب يا حسام اعمل اللي انت عاوزه، بس لازم تبقى عارف ان كلنا هنبقى قلقانين عليك. متقلقش يا محمد. هيحصل لي ايه اكتر من اللي حصل لي؟ بجد برافو عليك، انت نفذت كل حاجه زي ما احنا اتفقنا يا باشمهندس. كل اللي طلبتيه مني انا عملته لك بالظبط. ربنا يخليك. العفو عليك. السلام عليكم. مع السلامه. منيره انا مبسوطه قوي. مبسوطه؟ ربنا يبسطك كمان وكمان. بس ليه؟ ايه هو اللي بس ليه؟ حلم حياتي اتحقق، محلنا هيتفتح خلاص كمان اسبوع. وبعدين برضو مبسوطه علشان حسام ربنا سترها معاه الحمد لله. قولي كده بقى، اتاريكي مساهمه ومش على بعضك. انا؟ امال انا؟ انت مش ملاحظه ان انت بتكلميني على حسام اليومين دول كتير؟ انا بكلمك عنه علشان معتز كان بيعتبره زي اخوه بس. والله؟ بتخبي عليا يا ايمان؟ بخبي عليكي ايه؟ ما تخليش فكرك ياخدك لبعيد. يا خبر بفلوس، بعد ثواني هيبقى ببلاش. منيره بطلي الغلبه بتاعتك دي، عندنا شغل، عندنا افتتاح كمان اسبوع. يلا امشي. اهلا شهاده، اتفضلي. قالوا لي ان حضرتك عايزني. اقعدي، واقفه ليه؟ ميرسي. ايه اخبارك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. وابنك الجميل حسام اخباره ايه؟ اهو سايباه في البيت بيلعب كالعاده. شهاده انا عايز افتحك في موضوع بس مش عارف ابدا معاكي فيه ازاي. لا طبعا اتفضل. الموضوع ده بيتوقف عليه حياتي. انا اترددت في الاول ان فتحك فيه بس لقيتك انك انت انسب واحده، وده انسب وقت عشان اكلمك فيه.
لا مش فاهمه حضرتك تقصد ايه بالظبط. قصدي اني عايش لوحدي زي ما انت عارفه، لا ليا زوجه ولا اولاد، ومفتقد الحياه الاسريه. وانت كمان عايشه انت وابنك لوحديكم، محتاجه الراجل يقف جنبكم ويساعدكم ويشوف طلباتكم. وبصراحه ما لقيتش افضل منك تكون زوجه ليا. انا مش عايز منك رد دلوقتي، خدي وقتك براحتك وفكري وبعدين رد عليا. يا فندم من غير تفكير، انا قافله موضوع الارتباط ده خالص دلوقتي ولا يمكن هفكر فيه. ارجوك يا شاهندة ما تقفليش الباب في وشي، اديني فرصه اعبر لك فيها عن مشاعري. صدقيني لو حصل ارتباط مش هتلاقي حد احسن مني، وهساعدك وهخليكي اسعد واحده في الدنيا. صدقني يا فندم انا مش جاهزه نفسيا ابدا لموضوع الارتباط ده دلوقتي، عن اذنك. ما تلومش عليا يا محمد عشان انت اللي غلطان. غلطان في ايه ان شاء الله؟ ما ادتنيش فرصه اكون جنبك واختفيت من حياتي فجاه. كنت عايزاني اقول ايه لابوكي وهو بيقول لي نفسك الخطوبه عشان خاطر سمعه اخوك. بس انا اتمسكت بيك وكلمتك اكتر من مره، حاولت اكون جنبك، كنت مستنيه انت كمان تعمل كده. كان صعب يا ليلى، لو كنا في ظروف تانية انا ما كنتش هسيبك لحظه، بس كانت المشكله عندنا. ما حبيتش اكون حمل عليكي، كان مع الايام ما كنتش هتقدري تستحمليه. بس الوضع دلوقتي اتغير يا محمد، ولو اهلي الاول كانوا بيحكموا عليك من خلال عيلتك، فالنهارده حكمهم عليك انت، بالذات بعد ما اثبتت ان انت انسان ناجح في شغلك. طب حتى فاكر يوم عيد ميلادي شفت رحبوا بيك ازاي؟ وده معناه ايه؟ معناه ان انت تكلمهم تاني وتطلب ايدي منهم. لا يا ريان، هيبقى صعب. ليه بس؟ خايف يرفضوا. جرب بس مش هتخسر حاجه. اديني مهله افكر فيها. اوف، مالك جاي معفر كده ليه؟ طهقت بقى من كتر غطس في البلعات ليل ونهار. امال انا اعمل ايه اللي ساكته ومستحمله؟ وايه اللي جد يا اختي عليكي؟ ما انت عارفه ان انا من يومي بغطس في البلعات. انك كذبت على الحاج وقلت له انك مدير في اداره المجاري، علشان كده اتجوزتك. طب انا برضو مدير وبتحكم في 10 بلعات، محدش يقدر يغطس فيهم غيري. وعشان كده من ساعه ما اتجوزتني وهم مسدودين. بقول لك ايه بقى، سيبك من الكلام ده، خلاص فات اوانه. انا خلاص قررت اسيب المجال. وهتشتغل ان شاء الله؟ هشتغل مع مراتي حبيبه قلبي في الكوافير بتاعها. بقول لك ايه يا شلبي، انت تبعد عن الكوافير خالص، انا ليا شريكه مش بمزاجي. ما هي الشريكه دي اللي مبوظه لك حياتك. من يوم ما اخوكي معتز اتجوزها وتغير حالك، وعايزه تقلديها في كل حاجه، عايزه تبقى لافرانكا زيها، وعماله يا اختي تغيري لي في لبس، وشكلك اتغير، ولبسك اتغير، ده غير الاحمر والاصفر والاخضر اللي بتحطيهم على وشك ليل ونهار. وماله يا اخويا لما اعمل زيها وابقى زي البني ادمين وابص لفوق مش هبص لتحت واغطس في البلعات. ايوه بس ما تنسيش نفسك، وربع جنيه شابه، ونص جنيه كمون، ب2 جنيه جنزبيل. بقول لك ايه، احنا ناس شعبيين لكن عينينا مليانه وجيوبنا دافيانه، لمي نفسك معايا احسن. بقول لك ايه، لا لمي نفسي ولا تلمي نفسك، انا خلاص زهقت منك، انا غلطان انا اصلا فضفضت معاكي. توحشتك قوي يا حكمت. قولي لي، طاهر واخد باله منيكي؟ كل الامور تمام؟ عملت اللي قلت لك عليه؟ ايوه، والمحامي؟ تمام. لا انا حتابع البنوك من هنا. توحشتك قوي، حستناكي. سلام. خسرتك يا دولار، والله العظيم لو حد يقدر الموهبه دي، والله العظيم جراح يا ابني، الله يبارك لك. مين؟ ريان. ريان في ايه يا جدع؟ بس حد يخبط كده يا جدع، في ايه؟ انت بتلبس على نفسك ليه؟ هيكون ليه يعني؟ انا بزود دولارات وهو بيدخل في اي وقت. اقعد انا افرحك، خلصت لك المصلحه. بذمتك انا عايز رايك بالامانه مش عشان صاحبك، في فرق. بتكنيله في حظك المنيل. ده وده في ايه؟ ايدك على 1000 جنيه. 1000 جنيه بتوع ايه؟ العربون. ليه حصل ايه يا كافي النشار؟ شغلانه باظت، الراجل اللي كان هيصرف لنا فلوس اتقبض عليه. انت بتضحك على ايه؟ على الحرام، حتى الحرام مش راضي بيا. طب ايدك يا حبيبي على العربون. لا بقول لك ايه بقى، احنا مش قرينا فاتحه، العربون اتدفن ونات. وبعدين بيني وبينك انا صرفتهم. ايه؟ صرفتهم؟ صرفتهم في ايه بقى؟ زي ما انت شايف كده يا عريان، انا قلعت النضاره وحطيت عدسات لازقه بالتقسيط. وبيني وبينك انا ناوي كده ابدل، شويه نضاره شويه عدسات، بس بذمتك ايه رايك؟ شكلي كده احلى من غير نضاره؟ صدق حلوين عليك بجد حبيبي. قرب كده وريني بس كده. ايه؟ انا اللي تقول عليك قوي. حلوين ها؟ انت تستقبل عليا يا حمار. ايه اللي جاب سيره امي؟ اوعى تجيب سيره امي، هتسالك الواسع. كل اللي امي. خلاص يا حبيبي، اهدى يا بابا،
اهدى وما تسخنش وانزل لي كده من على النار. ودي لي بيهم وصل. ولا في وصل حد، اما يجي لي فلوس ابقى اتصل بيك تيجي تاخد فلوسك. ماشي. حلو قوي الكلام ده يا عم دولار. هات بقى ورقتين. ولا حتى كمان دول. خلاص ما دام الحرام مش راضي بيا انا كمان مش راضي بيه. ذمتك انت دولار انت؟ ده انت قرش ماسح ولا ليه اي قيمه. بقابلني على القهوه بالليل يا اخضر. امك دي انا قلت ايه؟ يا عم اقول لها انا اسف. باردون يا حاجه. على القهوه بالليل. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اعرفك بالمعلم عطوه، اكبر تاجر خضار وفاكهه، تخصص كنتالوب من القصيرين. هيجي يعني يحل محل هنا في المكان وهيدفع لنا 1,000,000 جنيه. يدفع ايه؟ يدفع لنا؟ فوق يا منير اصحى، المحل ده ملكي انا لوحدي. ها؟ ولا انت عاوز تشاركني فيه؟ ايه ده؟ انت ما تعرفش عرف الخليوه ولا ايه؟ لازم المبلغ بيتقسم بين المالك والمستاجر اللي هيحل. اذا كان كده يا منير يبقى يفتح الله. جراس منير، انت جايبني مصيرين على ملا وش ولسه ما قصرتش في الموضوع؟ لا ما هو الراجل باين عليه شفط مخه ونسي. الراجل جاله زهايمر، احنا متفقين. لا يا منير ما جانيش زهايمر، انا اللي جاني راجل تاني عاوز يحل محلك برضه، بس هيدفع 1,500,000. لا وبضاعته ايه بقى؟ ادوات كهربائيه، حاجه نظيفه، مش مثلا فاكهه وخضار وقشر وزباله. لا 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 يا منير، جايبنا تهزان هنا ولا ايه؟ لا 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 استنى انت بس شويه. بقول لك ايه، الموضوع ده حصل امتى؟ انا ما اعرفش ولا ايه؟ النهارده الصبح. وبجد الكلام ده؟ الله، وانا امتى هرجت معاك يا منير؟ خلاص يا معلم، شوف انت وراك ايه دلوقتي علشان احنا ايه ان شاء الله اشوف لك محل تاني باذن الله. لا لا فيها منير تتبعني ولا ايه؟ لا ما تزعلش مني يا حاج، اصله فيها ربع ارنب زياده بقى. انتوا مستقلين بيها ولا ايه؟ طب عليا اضطر اخد المحل ده وهدفع لي خلو رجلي 2,000,000 جنيه. ايه ده؟ انت بتتكلم جد؟ وانا هزرت قبل كده؟ ايه رايك يا عوض؟ انا ما عنديش مانع، بس على اساس اخد انا 1,500,000 وانت نص. نعم. بتقول ايه؟ طب ايه رايك بقى ما نشماش من هنا وهعمل لك المحل ده زريبه للجديان والخرفان وهربيهم. هقابله بكره واقول له بكره هقابله. هو مين ده يا بنت اللي هتقابليه وتقولي له؟ وهو في غيره؟ حبيب القلب شوشره. حبيب القلب يا بنت، ده بقى طليق دلوقتي وما يجوزلكيش. وهو انا قلت لك رايحه ظروف شقته؟ انا رايحه ظروف السجن، واخده له معايا الزيارات رم عظمه بدل الاكل اللي بياكله له هناك. لا قول لي يا لعله، عملت لي ايه يا اخويا في موضوع المحلى؟ المحل اصله شحح اول يومين دول في السوق. انت هتسوق عليا العوق ولا ايه يا لعله؟ انت بتقولي لي انا العوق؟ بقول لك ايه يا بنت، فوق واصحي، انت بتكلمي لعله. عموما انا اللي غلطان، ده انا بدور لك على عريس لقطه. عريس ايه يا عين امك؟ انا عايزه خروف، مجرد كوبري يرجعني لحبيب القلب شوشره وخلاص خلاص.